كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد ناديل عن تجهيز أزيد من 1,000,000 سيارة سير غاز نهاية السنة الجارية. وصرح ناديل للتلفزيون الجزائري أنه تم تجهيز 70,000 سيارة سير غاز تقريبا، حيث سترتفع إلى أزيد من 1,000,000 سيارة مع نهاية السنة الجارية. وأكد ذات المسؤول في تصريحه أنه يوجد 1200 محطة مجهزة بتموين سير غاز و2600 محطة حيز الخدمة موزعة عبر مختلف بلديات الوطن. وتعتزم سلطة ضبط المحروقات على إطلاق منصة رقمية موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لتسهيل وتبسيط الإجراءات وبسرعة وشفافية في التعامل مع الملفات، يضيف المتحدث.